كلمتين بس كده لعيبه المنتخب قبل ما نخش في الفيديو. اوعى يا ابني انت وهو تفتكر عشان احنا قبل البطوله قلنا احنا متفائلين وهنوصل واحتمال ناخدها، والمتشائم يقول لك هنوصل نص نهائي، والمتفائل يقول لك لا البطوله بتاعتنا، ان ده سبب ممكن يخليك تتنك او تتغر سواء علينا كجمهور او على الكره في الملعب. تتغر على ايه؟ احنا عملنا كده فانت صدقت نفسك فبقيت تتغر. طلعنا من الحسبه بينك وبين نفسك كده. انت عملت ايه للمنتخب يخليك بالغرور اللي احنا شفناه في الملعب ده؟ يعني اللعيبه امبارح بتلعب اكن الفرقه اللي واخده 90 بطوله ولعبه نهائي كاس عالم، وانتوا لسه كلكم على الابيض محدش عمل حاجه. وانت لو بتلعب بكبرياء فكبرياء ده تاريخ اللي قبلك. انتوا كلكم محدش راضي عنكم. انتوا تقريبا اسوأ جيل جه في تاريخ منتخبات مصر، واحنا بنطبطب عليكم عشان تمشي بالستر. انا والله ما اعرف التفاؤل اللي احنا جبناه ده جبناه منين، بس اهو جه ومتعشمين في ربنا ثم فيكم. فبالله عليك ما تتعوج علينا او تنزل تلعب لي باسلوب يحسسني ان انت يا ما هنا يا ما هناك. لا قسما بالله الجيل ده كله لسه بيثبت لنا نفسه في المنتخب. سمعت الكلام؟ يلا بينا نشوف الفيديو ده بيقول. معاكم احمد مجاهد وحلقه جديده من بلاي ميكر. طبعا احنا كمصريين او كمنتخب مصر يعني في الكوره ما تنفعش تمشي معانا سالكه، تتعقرب هتدور. وانا مطمن ان هي هتدور، مش ثقه في اللعيبه، لا هي لازم تدور. اصل يعني انا هاخد اول وتاني من مجموعه واحسن توالد، يعني الرابع بتاعنا هو اللي مش هيصعد، فاحنا لو ما صعدناش فدي كارثه. فهي هتدور وهنصعد. الفكره بقى هنصعد ازاي وهنصعد ليه واحنا عايزين ايه، او بنفكر نوصل لفين؟ هل بنفكر بس في الصعود؟ لا حالتها انت وهو. عشان يبقى في دماغك بس انا ما فيش اي حاجه هرضى بيها كجمهور غير الكاس. الكاس ده ما جاش يا باشا، احلى اكس على الفريق ده كله. المهم احنا عادتنا كمصريين زي ما قلت ان احنا نعقربها. عقربت هتدور. عقربت ازاي؟ انت اتعادلت مع موزمبيق، فرقه انا متاكد ان هي داخله البطوله دي بتقول يا رب اصعد احسن توالد، فبقيت انت نقطه وهم نقطه. قامت جايه غانا اللهم صل على النبي خسرانه من كاب فيردي اللي برضه داخله المجموعه دي بتقول يا رب اصعد احسن توالد. فبقى الماتشين اللي فاضلين لك في المجموعه بعد ما اتعادلت حياه وموت. غانا هتموت نفسها قدامك عشان تصعد، وكاب فيردي نفس الكلام هتموت نفسها قدامك عشان بقى لها امل تصعد اول او تاني. فهي عقربت اهي، خلاص دي بتاعتنا. احنا بنعرف نلعب في الحته دي. هتمشي معانا. انتوا كجيل حالفين بالله كده ما هتمشي لله مره ابدا. لا لازم كل مره الناس تبقى على اعصابها، الناس تبقى جالها الضغط، الناس جالها السكر، وبعدين نبتدي نسترجل. انا اللي بقوله ده مش ثقه فيكم، انا اللي بقوله ده حاجه مفروغ منها. يعني مفيش اوبشن ان الفرقه دي ما تسترجلش الماتش اللي جاي واللي بعده وتكمل. ده مش اوبشن. يعني تاريخكم مش التاريخ مش هيذكركم. لا انتوا الدنيا هتقوم عليكم قومه يعني ما حصلتش. كل واحد بقى يروح يلعب في ناديه او في الحته بتاعته ربنا يبارك له وسيبوا لنا احنا. يا عم اصل انا راجل، انا مش بشجع منتخب عشان في صلاح ولا عشان في تريزيجيه ولا عشان في مرموش. انا بشجع منتخب لما كان المنتخب فيه واحد اسمه احمد تمساح. فانا بشجع المنتخب عشان المنتخب مش عشان لعيب. يعني كنت في يوم من الايام كده بقعد ادعي لاحمد تمساح ده وخالد قمر ان ربنا ينصرهم على من يعاديهم. فانت هتيجي تبوظ لي الحاجه اللي انا بحبها؟ لا يا عم توكل على الله، روح انت استرزق بقى، شوف انت بتلعب فين ولا ماشيه معاك ازاي، عشان واضح ان احنا ما فيش بينا توافق. انا الحته دي بتاعتي كمنتخب، ده انا املكه كمشجع، انت كراجل بتيجي بتضرني فيه. واوعى تفتكر ان انا هولفها على مزاجك. اصل كواليتي اللاعبين في المنتخب مش زي كواليتي اللاعبين اللي انا بلعب معاهم، اصل مش عارف. لا يا باشا احنا قسما بالله كنا بنكسب البطولات كلها بلعيبه رايحه الاستاد مواصلات. فما لهاش دعوه بالكواليتي، ما لهاش دعوه باي حاجه، هي لها دعوه بتقدير الجمهور وانك بتموت نفسك في الملعب عشان خاطر الجمهور. ده انا مش حاسه. ايا كان انت كنت مين، ايا كانت امكانياتك عامله ازاي ومهاراتك عامله ازاي، دي مش واصله لي كمشجع. انا مش شايف واحد كان مموت نفسه عشان الناس. انا كل ده ما اتكلمتش في كوره، انا كل ده بتكلم في احساس وكرامه ويبقى اللعيبه عندها دم. ما اتكلمتش في كوره خالص. تعالى بقى نتكلم في الكوره او مش نتكلم في الكوره، هندردش كده مع بعض شويه، نحكي عن المنتخب من الاخر للاول، او يعني من اخر لاعب لاول لاعب، واحده كده مع بعض. اولا انا كنت عامل فيديو قبل الماتش بتوقع فيه تشكيل معين افضل ان هو يبتدي بيه. التشكيل اللي انا توقعته مش هو اللي ابتدى بيه خالص، او مش اللي اتوقعه، اللي كنت بتمناه مش هو اللي ابتدى بيه خالص، يختلف فيهم. تعال نبتدي كده من خط الظهر. انا كنت بقول فتوح، منعم، ياسر، هاني. اختلف فيهم حجازي وحمدي. نبتدي بحجازي ومنعم. انا راجل بحب حجازي جدا، بحبه عشان انا عارف الراجل ده ما بيبخلش بنقطه عرق، هيموت نفسه عشان الفرقه اللي بيلعب عشان.
فمش هنهري في الحته دي كتير. بس حجازي انه يلعب يبتدي اساسي دي انا كنت شايفها ظلم ليه، وبعد الماتش انا اتاكدت ان هو ظلم لحجازي ان هو يبتدي الماتش او يبتدي اي ماتش. راجل راجع من رباط صليبي لعب له ماتشين او 3 ماتشات وما كملهمش كلهم باين، بدخله في رتم ماتشات عالي. حرام، انا بظلمه وما بستفدش بيه، ده كحجازي. لكن انا كمنظومه دفاعيه بقى انا اتاثرت. حجازي اللي مش فايق او مش في التوب فورم بتاعته او بيلعب جنب منعم اللي فيه تعالي امبارح شفناه في الملعب، مش تعالي اللي هو بيرقص وبتاع، لا انا مستسهل الدنيا، اعملوا اللي انتوا هتعملوه وانا هجيب. ودي مش حلوه. الثقه في النفس كويسه جدا، بس لما تزيد هيحصل زي اللي حصل. مش محتاج اقول لما تزيد هيحصل ايه، لما تزيد هيحصل زي اللي حصل. المهاجم خدك وطلعك من مكانك زي اي لاعب ناشئ ممكن يغلط الغلطه دي. فالثقه في النفس راحت فين؟ غلطك غلطه مفيش عيل صغير يغلطها، فضى مكانك وانت رحت وراه. بالنسبه بقى لحمدي، محمد حمدي كان بيتلعب عليه امبارح كوارث، ولو كان الوينج او اللاعب اللي بيلعب في ظهر حمدي واحد نص احنا كان دخل فينا جون من الشوط الاول. محمد حمدي عمل كوارث في التغطيه العكسيه، انا بتكلم في الناحيه الدفاعيه، كان بيعمل كوارث في التغطيه العكسيه. كورتين ملعوبين في ظهره وصلوا للراجل او مش وصلوا، موزمبيق استفادت منه. الاولى الكوره اللي قدرها غلط وقرب زياده او ضم زياده على العارضه البعيده، عدت منه، الراجل استلم، ومش استلمه بس، ده الراجل لف بيه لجوه الملعب. واللي لعب كوره فاهم يعني ايه باك يتلف بيه لجوه الملعب جوه ال 18، دي كارثه. ده انا ممكن اطلعه من الملعب اقول له روح، ما تخشش اوضه اللبس، روح. فالواد اللي استلم ده وقعد يعمل الشقلباظات دي، ده لو واد نص لا كان سمعنا الكلام. نفس الكلام، كوره بالعرض تاني حمدي تغطيه عكسيه غلط، حطها هو في الشناوي. انا مش يعني انا اكيد مش تافه لدرجه ان انا غلط مدافع ان هو بيطلع كوره فقلشت ردت على الجون، لا مش توصل للمرحله دي. بس انا بلوم في حته انت مضغوط في ايه؟ انت مضغوط في ايه عشان تغلط الغلطه اللي زي دي؟ هو اللي جاي وراك ده مين؟ ده لاعب من موزمبيق، يعني ليه اغلط غلطه زي دي؟ ليه ما بقاش واقف صح؟ ليه ما بقاش واخد الخطوتين 3 وانا شايف الكوره وهي جايه لي؟ ليه ما اتحرك لهاش صح؟ ليه ما توقعهاش صح؟ ليه؟ عشان مين اللي بيلعب وراك انت مرعوب منه، مخليك ان انت لما تروح تطلع تقلش. وضيف على كده الزياده الهجوميه بتاعت حمدي، بتلعب على فريق متوسط. يعني ايه فريق متوسط؟ انا بتكلم كامكانيات، انا كباك لما اوصل. وليه بتكلم على حمدي مش على هاني؟ هتكلم على الناحيه بتاعت هاني دي دلوقتي، بس انا بتكلم على الناحيه بتاعت حمدي عشان كنت مستسهلها. اي كره بتتلعب في ظهرهم كانت بتوصل لحمدي، الراجل كان بيروح اي كره بتتلعب بتوصل له عادي خالص، ما كانش حد بيقول له انت ايه اللي جابك هنا. الزياده بقى الشغل مع الوينج اللي ناحيته، لا هو انا بصمجي باك ليفت، انا باك ليفت درجه ثالثه في مصر. باكات الليفت بتعمل ايه في مصر؟ اول ما تقرب من ال 18 ارفع، مش الباك ليفت بس، اي باك يعني في مصر، اول ما تقرب من ال 18 ارفع، اول ما تقرب من ال 18 ارفع. ليه يا ابني؟ امال لما تلعب على باك ما تقدرش توصل او تعدي قدام شويه هتعمل ايه؟ ده موزمبيق. ومش بستهون بالفرقه، انا بستهون بالناحيه بتاعتك، بتروح زي ما انت عايز تروح وترجع زي ما انت عايز ترجع، ما فيهاش حاجه. الناس كلها كانت بتلعب في ظهرك، فانت ولا مغطي ظهرك ولا مستغل الزياده اللي هم يعني قشطه احنا مستسلمين، يعني الناحيه الشمال دي احنا مستسلمين، انتوا اطلعوا ورينا هتعملوا ايه، وانتوا تعالوا مكاننا ورونا هتعملوا ايه، واللي يقدر على التاني. ده الناحيه اللي كانت الشمال اللي انا كنت بشوفها في ناحيه حمدي. تعالى بقى للعتاوله الثلاثه، العتاوله بتوع نص الملعب، سواء حمدي فتحي او النني او زيزو انا ما كنتش متوقع انه يبتدي، او ما كنتش متوقع انه يبتدي بالثلاثه دول. كنت بقول مروان عطيه، امام عاشور، والنني، لانه كده هيلعب بالنني. فمروان هيبقى واقف، النني وامام يطلعوا يزيدوا يرجعوا، ومروان واقف مستني. هو ما بداش بالثلاثه دول، بدا بثلاثه تانيين خالص، النني وحمدي فتحي وزيزو. طيب تعالى انا وانت كده نفتكر مين في الثلاثه دول كان رقم 6، يعني اللي هو مين في الثلاثه دول كان اللاعب اللي بيستنى في حضن المساكين، ما بيزيدش، بقف اغطي ظهر نص الملعب. لا دي مش تهنيجه من الفيديو، انا مستنيك تجاوب. محدش، يعني انا ما اعرفش مين فيه، وده مش طريقه والله، انا ما اعرفش، يعني ما اعرفش هل هو النني اللي بيقف ولا حمدي فتحي اللي بيقف. هو كده مش زيزو، ما اعرفش هل هو النني ولا حمدي، ولا هل هي من كتر ما انا شايف ان انا تقيل وان انا راكب الجيم ممشينها بالحب، انا هطلع خطوه انت داريني، انا هطلع خطوه انت داريني. ولو هي معموله كده مش عيب، يعني عادي، في لعيبه كتيره بتعملها كده. ليه كان بيحصل كوارث؟ يعني هل بقى هي ما الواحد هيبتدي بقى يفكر ما احنا مش في الملعب فمش سامعين ايه اللي بيتقال فبننجم؟ هل هي كانت مستسهلينها لدرجه ان الاثنين بيزيدوا؟ مش الاثنين بيزيدوا يعني بيخشوا قدام، لا اللي هو انا هكسل اخد ال10 خطوات لورا، اصل كده محدش بيجي عليا. طب يا باشا لا، ده جون في كورتين اللهم صل على النبي، والاثنين من القلب. كوره الجون الاولاني كوره بتتنقل في القلب، محدش بيقول لها انت رايحه فين، جت ناحيه اليمين ارفع من ناحيه حمدي، جون. الجون الثاني الكوره اتقطعت من مصطفى محمد ولا محمد صلاح، الراجل ماشي في نص الملعب، مفيش دبانه وقفت قدام. اول واحد بدا يقابل منعم اللي كان طالع من مكانه غلط، يعني ما كانش بدا
يقابل صحيح، لا ده كان بيحاول يقابل الباس، يعني الراجل لحد ما لعب الباس ما كانش حد بيقابله. فالثلاثه بتوع نص الملعب كان دورهم الدفاعي فين؟ بالنسبه لي ما كانش باين، او خلينا انا بتكلم دلوقتي عن نني وحمدي فتحي، الدور الدفاعي ما كانش باين خالص، ما كانش موجود. تعالى بقى نتكلم على زيزو لوحده. زيزو ده بيلعب ايه؟ وينج. بداياته كانت نص ملعب وبيلعب رقم 8 يا عم على عيني وعلى راسي، بس هو دلوقتي وينج وهو ضارب الدنيا وجاي له عقود من بره كوينج. احنا واخدينه في منتخب مصر لسبب ان هو الراجل ده عنده الحته الدفاعيه كويس فيها، فانا هاخده يلعب رقم 8 اللي هو في نص الملعب، عشان لما يبقى ليه ادوار دفاعيه يعملها، ولما ابقى محتاج الراجل بتاع نص الملعب يزيد زيزو، لانه هجوميا لاعب كويس ودي ما فيهاش كلام. زيزو بقى فين ادواره الدفاعيه وفين ادواره الهجوميه؟ ولا تشاف يعني برضو السؤال ده افتكر انت معايا كده، انا ولا فاكر له لقطه بيدافع ولا فاكر له لقطه بيطلع فيها، ده بالعكس انا ناحيه اليمين دي كلها هاني زيزو صلاح الثلاثه تحسهم يعني عيال صغيره، عيال ناشئين مش عارفين يلعبوا مع بعض، مش عارفين يقسموه، بيبوظوا الكره على بعض، بيبوظوا الهجمه على بعض. اللي زي تلاقي ده قافلها عليه، اللي مستني تلاقي ده مستنيه اصلا يطلع له فهو ما يتاخر في الطلوع. ده رايح تلاقي صلاح واقف، يعني في كره انا فاكرها صلاح واقف وزيزو رايح له. طب انت رايح تعمل ايه يا باشا؟ احنا بنحرق اتنين في الحته دي ليه؟ ما انت عايز توصل. اصل هي الفكره مش ان انا اوصل هناك، انت عايز تودي الكره هناك. طب ما في راجل واقف هناك، اديله الكره على الارض وقف انت، خليك واقف في مكانك. الراجل دخل لجوه ابتدي انت اطلع. فتحس حركات كده برضو كل الغلطات دي، انا لحد دلوقتي كل الغلطات دي انا عشان انا عالي. انا ليه عالي؟ انا فوق الناس، انا هكسب الفرقه دي، انا من اول دقيقه جبت جول، فمخليه الناس تعك، مخليه الناس تعمل الفنكوش في الملعب. انا هجرب، محدش خايف الكره تتقطع منه، محدش خايف ترد علينا. الناس بدات تترجم ان لا ده الفرقه بتيجي وبتروح بعد الجون الثاني. انا والله وانا بتفرج على الماتش من الدقيقه 10 بقول يا نهار اسود، الفرقه متجرأه علينا، الفرقه مش هيبانه تلعب قدام مصر ومش كده وبس، ده مصر نزلت حطت جون في الدقيقه 1 ومع ذلك الفرقه من الدقيقه 6 7 لا بتطلع عليك وبتروح، مش خايفه منك، مش خايفه يجي فيها التاني ولا التالت. انا هروح عليك، انا متقل حاجات هعملها، حاجه تحترم فيهم بصراحه. فانت كلاعب ازاي ما كنتش حاسس بده؟ ازاي ما كنتش حاسس ان الفرقه متجرأه عليك وان الفرقه تقدر ان هي تروح عليك بكره والتانيه في اي وقت؟ وكانت بتقدر وبتعمل، ما كانوش تقال عليك. انت ليه ما كنتش مطلع كل اللي عندك؟ انت ليه كل لاعب في الملعب كان بيلعب الكوره غلط؟ كل لاعب في الملعب كان بيتصرف غلط. وانا ما بحبش انا اصل ده يشكر مع ده مع لا يا باشا، هي المجموعه كلها بتشيل الليله. انا مش لاقي لها مبرر غير انه تخاذل. يعني ما فيش فرقه نقول بقى فرق امكانياته دي امكانياتنا والكواليتي لا احنا اعلى. يعني خلينا لما نيجي نشوف نتكلم على مشكله احنا لازم نلمس الحقيقه عشان نلاقي لها حل. احنا امكانياتنا اعلى؟ لا احنا امكانياتنا اعلى. امكانياتنا تديك الثقه ان انت تروح بعيد، تديك الثقه ان انت تروح بعيد. انت ليه بقى تكفرني؟ يعني ليه تتخاذل قدام فرقه زي دي وتعقدها عليك؟ المجموعه بقت راكبه فوق بعض. ليه تعمل كده؟ انا صلاح ما شفتوش في الماتش جات له كره في ال18 واحنا عايزين نتعادل، شاطها بمنتهى السوء اللي في الدنيا. الكره الوحيده والله اللي انا فاكرها صلاح، وطبعا العرضيه اللي قلشت منه دي اللي راحت لمصطفى محمد وجات جول. والله ما فاكر لصلاح غير الكورتين دول. اكتر واحد فاكر له كور يعني طبعا حمدي، اللي كان لانه كان سبرنت وارفع بشكل اوفر يعني. تريزيجيه برضو انت ما قدمتليش حاجه، ما ضفتش. مصطفى محمد برضو ما يعني ما هو المهاجم لما يجيب لي جون مش هشكره، اصل هو مش عارف فيها جميله، ما هي دي شغلانته. تمام، هي دي شغلانته. ما جات له كوره ما شاء الله عليها اتصرف فيها فوق ال10 على 10، لفه باستلامه بايه، بس بعد كده اختفى. هتقول لي طب ما كانش في حاجه بتوصل له؟ ما صح، معاك حق. ما انا بتكلم على عشان كده بقول لك تخاذل المجموعه ككل، محدش عمل حاجه. تعالى بقى الحته بتاعت النني فعلا ملوش اي كلمه في نص الملعب. انا مجرد مساعد، بمعنى رتم اللعب بطيء انا مش هسرعه، انتوا بطاء انا معاكم بطيء. انا مش عايز اقول رتم الكره سريع فانني بيشتغل، لا ما بيشتغلش للاسف. هو بطيء فانا بطيء. سريع احنا ما بنبقاش سرعه، احنا اصلا يعني كمنتخب كورتنا ما فيش لقطه كده لعبنا فيها كره سريعه غير مثلا 1 2 بين مصطفى وتريزيجيه، 1 2 بين صلاح ومصطفى. الثلاثه اللي قدام دول هم اللي لعبوا كوره كورتين سرعه. غير كده كمنتخب لا، احنا بنحضر كوره من تحت زي بتروجيت 2006. عايز حاجه؟ احنا بنعتل عشان نطلع بالكوره. ده لو كوره اسمنت مش هناخد كل الوقت ده عشان نطلع بيه. 80 سنه وقدام فرقه زي دي. انا شايل هم الفرق اللي هتبقى تقيله عليك او في مستواك لما انت قدام الفرق اللي زي دي بتعمل كده. وما تقوليش اوعى تفتكر اصل هم كانوا بايتين ورا ومقفلين وعاملين، لا يا باشا الكلام ده حصل في اخر ربع ساعه. موزمبيق من الدقيقه 6 من الدقيقه 7 فاتحه وبتروح عليك ومتجرأه عليك وفاتحه لك شوارع وراها. انت اللي يعني مش عايز اقول فاشل، بس انت اللي فاشل. الفشل ان انا ما اقدرش استغل فرصه جات لي، فللاسف انت فاشل. طيب خلصنا من الماتش ده، تعالى اما نبص على ماتش غانا، الماتش
اللي جاي اللي تقريبا هيبقى اصعب ماتش في المجموعه على الورق. غانا مش الفرقه اللي هي بتاعت زمان، وغانا احنا شفناها البطوله اللي فاتت كانت على الله خالص وبتعافر عشان تصعد من المجموعات، وغانا يعني ايه مستواه رايح في ده. بس لا تشوفها قدام كاب فيردي، لا فرقه فيها سرعات بنت لذينه، فرقه بتقطع الكره وبتروح. خسرت من كاب فيردي، بس افتكر ماتش كاب فيردي، او يعني لو ما كنتش اتفرجت عليه، كاب فيردي جابوا جون في اخر دقيقه، غانا في جون اتحسب لها اوف سايد، غانا كورتين 3 في العارضه، غانا مضيعه فرص بالكيله يعني هو الستر هو اللي طلع الماتش كده. فلا اوعى تستضعف غانا، وزيد على كده ان لو غانا ضعيفه فهي هتضرب ضعفها ده في 2 3 عشان هي لازم تكسبها، مفيش قدامها حل تاني. انت لو كسبت غانا بنسبه كبيره هتقول يا رب اطلع احسن توالد. فحتى لو فرقه متوسطه هي هتصعب الماتش عليك، هي هتنزل مستموته في الماتش ده، فانت هتبقى قدها ولا انت ايه الكلام؟ الله يخرب بيتك. ابويا صحصح الله يبارك لك. يعني قسما بالله العظيم انا مش عارف والله، يعني هو والله الواحد للاسف يعني هو هم يبكي وهم يضحك يعني. بس هو الواحد انا اتمنى والله العظيم ان انا يجي لي تمن الفرصه، لان انا قاعد ورا الشاشه ونفسي انزل والعب وبلبع النجيله دي، مش اكل النجيله واعمل كل حاجه صح في الدنيا. انتوا ليه كده؟ انتوا ازاي ما فيش حد، ازاي مش واصل لي ان في حد فيكم عنده الاحساس ده؟ المهم ما علينا. فزي ما قلت الماتش مش هيكون سهل، الماتش محتاج تركيز، الماتش محتاج من اللعيبه اللي فيه لعيبه كويسه. انا منعم ده انا بقول عليه كلام سلبي في الماتش اللي فات، بس انا منعم ده بالنسبه لي حاجه ما حصلتش وانا بموت فيه. بس لا اوعى تكون كده، اوعى الماتش الجاي تكون كده. لا انا عايز منعم بتاع البطوله اللي فاتت اللي كان بيعمل الصح عشان اللي حواليه لسه كبار، عايز ابقى زيهم ما بلعبش الغلطه. انا عايز منعم ده. لو الثقه وخبره الماتشات هتوقع منك، يعني لو الثقه الزياده دي هتبتدي تاخد من الكره بتاعتك، لا يا باشا شيل الثقه بالله عليك وانزل العب لنا باسلوب اثبات الذات بتاع البطوله اللي فاتت. المهم يعني ما علينا، ارجع واقول نفس الكلام. التشكيله اللي انا متوقع ان هي الامثل لماتش غانا الاربعه اللي ورا، منعم وياسر وهاني فتوح عشان خاطر ربنا، فتوح لاجل العيش والملح يا بركه، فتوح يعني في فرق بين اللعيب الكويس واللعيب التقيل. الواد فتوح ده جواهرج كوره، يعني انت نزله شوف انت عايز ايه، ما تشوفش حاجه، انت نزله عارف امتى يحافظ على نفسه، عارف امتى انا مش قد الراجل ده في الاسبرنتات فانا هشوف لها حل، عارف اغلطك ازاي والعب على ضعفك ازاي، عارف انا عيوبي ايه اعرف احلها ازاي. واد كويس، فما يغركش بقى حته اصله ما بيلعبش وما بيلعبش. طب ما محجزي ده راجع من رباط صليب، يعني على الاقل فتوح ده ما كانش مصاب. العقل كان يقول ان فتوح يبتدي ماتش موزمبيق، لان هو هنا وحمدي هنا، ما لهاش دعوه بالمشاركات. يعني ما احنا مش هنيجي نتكلم في الحته دي على المشاركات، ما انت جايب لي ناس اصلا المنتخب قاعده دكه بقى لها 8 9 شهور. فالراجل ده كان ياخد ماتش موزمبيق عشان يخش ماتش غانا مرتاح، عشان يصعد معاه بالريتم، وحمدي ده يبقى باك اب لفتوح. حمدي ده موجود بره عشان لو لا قدر الله الراجل ده حصل له حاجه، مش اكتر، هو ده دوره في المنتخب مش اكتر. فعشان خاطر ربنا فتوح ناحيه الشمال، الثلاثه اللي في النص اردم لي بقى على كل الناس دي، مروان عطيه ده محمدي وامام عاشور. بالله عليك فكره ان زيزو رقم 8 دي مش هقول لك فاشله يا عم، يمكن تنجح بعد كده، بس لحد دلوقتي ما شفنا لهاش خرج، ما شفتش منها حاجه تقنعني بيها ان انا استمر عليها. فانا عايز كويس والله العظيم، يعني عشان بس الواحد ما ينفعش يجيب فيديوهات وكده. زيزو ما كانش بيرجع، ودور 8 ده 50% دفاعي، مش 50% والله 70 80% دفاعي وتغطيه ورا الباك وتغطيه ورا البلاي ميكر وتغطيه في القلب وتغطيه ورا نص الملعب لو زاد، وبغطي كتير جدا وبساعد قدام. زيزو التغطيه دي كلها ما كانتش موجوده، ده غير انه ما كانش بيساعد قدام. فالله اعلم يمكن تشتغل، انت معانا بقالك كل ده وما عرفتش تشتغلها، فبلاش. انا عندي الثلاثه دول بالدنيا، مروان عطيه، امام عاشور، حمدي فتحي، مروان ثابت، حمدي وامام يروحوا ويرجعوا يا باشا زي الفل، مش عايزين اكتر من كده. والثلاثه اللي قدام زي ما هم مصطفى، تريزيجيه، صلاح، وكلمه لصلاح وكلمه لمرموش عشان خاطر ربنا يا باشا. انت زي الفل، انت راجل 100 100 ومكسر الدنيا في المانيا وهداف النادي بتاعك وقلب الدنيا، واحنا مقتنعين بده وشايفين ده. انت جاي تثبت لنا ده ليه؟ احنا يا باشا شايفين، العب كورتك، العب لعبك، انا مصدقك، انا عارف ان انت كويس، والله العظيم انا عارف ان انت كويس، انا مش هختبرك. العب اللعب العادي، اعتبر نفسك في المانيا والعب. انت طول الماتش عايز توريني ان انت كويس، والله يا باشا عارفين ان انت كويس، العب كوره. وبالنسبه لصلاح هسيب لكم انتوا بقى تقولوا له، شوفوا انتوا هتقولوا له ايه، كل واحد يقول اللي في قلبه عشان خاطر ربنا، والله العظيم ما بتكلم لاي سبب، بتكلم كوره بحته عشان خاطر ربنا. مش هقول لك بقى زي ليفربول ولا فيورنتينا ولا لان فكره اصل صلاح مش ظاهر عشان الكواليتي بتاعنا مش زي الكواليتي في ليفربول. صلاح ده كان مكسر الدنيا في منتخب مصر مع المجموعه دي من الاولمبياد لحد ما تصاعد واحده يا عم. احنا الامكانيات عندنا مش زي ليفربول فمش عارفين نطقطق، تمام. بيتهيألي المجموعه دي احسن من بازل السويسري. صلاح كان مطقطق الدنيا في بازل السويسري،
السويسري ولوحده وبطوله وكان شايل الفرقه دي كلها. فبالله عليك بلاش اسطوانه الكواليتي وفرق الكواليتي والكلام ده. لعيب الكوره يقدر يشيل فرقه على كتافه، يقدر يشيل فرقه على كتافه، ده لعيب الكوره بس يديلها. بس يا سيدي كده وصلت لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.